عندي سيجة السفندي دي، هعمل هنا فيها تطعيم. أول مرة أعمل تطعيم بصراحة، فهجرب في السيجة دي مع إنها صغيرة، بس يعني عادي. لو نفع الفرع ده كله ده هيبقى سيجرة تاني. نشوف، نحط فيها تطعيم وبعد كده نرجع لكم تاني. نشرت الحتة هنا بعد كده احط لها كوباية شاي او كوباية بلاستيك واغطيها. وهنا بعد ما انا حطيت لها الكيس، لان الكوباية ما كانش لها عدل، كنت احط لها كوباية ملاها تربة فما لهاش عدل كده. يبقى اول ترقيد عملناه ترقيد هوائي، ونشوف نفعتها نكمل، ما نفعتش برضو ما خسرناش حاجة، السيارة رجعت زي ما هي. عملنا تركيب في سيارة مربية، هي جاية كده من المشتل يعني، بقالها فترة عندي، وأكيد هم هناك في المشتل بيدوها حاجات يعني. النهاردة أول السنة الجديدة، فهنشوف هيقعد معانا قد ايه. وهنا رحت جبت لفة خشب اللي هي 10 حتة اهي، عشان أعمل الزاوية بتاعة المحمية. طبعا أنا بجيب كل الحاجة بتاعتي على البسكليت، ما عنديش وسيلة نقل تاني لسه. بربطهم من قدام ورا، وهي كده كده شغالة مع نفسها، مش تقال يعني جو. وهنا انا هديهم وش صنفار على السريع، وبعد كده اديلهم بوهي. البوهية القديمة طبعا انا دهنت بيها كل المحمية اللون الفاتح خلص. فالجديد طبعا عندي حاجات كانت مركونة من زمان نفس اللون ونفس كل حاجة، بس لون غامق شوي على اسود. نصنفرهم في الاول نشوف الدنيا تبقى، وهوريكم ازاي واحنا بنشتغل. لازم الإنسان يعتمد على نفسه ويعمل حاجات كثيرة، خاصة لو هو هاوي يعني. وهذه نقلتين من الخشب. المرة دي نقلة من الخشب، نقلة من البوتموس، شكرتين.
مكانهم مش بعيد يعني، بس هي متعبة بشكلت. ده 2 متر و10، ودول برضو 10 التانيين، بس أقل من اللي جبتهم في الأول. ده اوردر، عملنا اوردر لان احنا دلوقتي في شهر 12 او من شهر 11 ما بتلاقيش اي حاجات من المزروعات بتاعت الصيف اللي هي بيبقى فيها ورق، فيها نمو خضري. الحاجات اللي تبقى ناشفه زي العنب وزي الحاجات كتير اللي تبقى مثلا التين والحاجات زي كده ما تلاقيش فيها ورق في الشتاء خالص، فما بيبيعوهاش في المحلات العاديه. بس انت لو عايز تأردنها من على النت هتأردنها عادي بتلاقيه. فزي ما هو جاي انا أردنت 2 على النت زي ما انت شايفين. حاجة حلوة، حاجة كويسة. قطة، ليش الشاي؟ سيب الشاي. ده شاي، انت تحب الشاي؟ يا ابني سيب الشاي. القطة ده جلوز. بستريهم بستري حلو بصراحة، تحس الشركة اللي عندها ضمير. كويسين ما شاء الله. بصراحة يعني وانا اول مرة اعمل اوردر للحاجات زي كده على الانترنت، بصراحة كنت خايف احسن ما يجوش. ليه؟ هو عنده وبعدين تحس ان الشتاء مفيش نموات خضرية، فالعنب ده من الصعب انت تلاقيه في اي حتة يعني. بس هنا في الصيف بتلاقيه في المحلات اللي هي زي البوريه والحتت. كل ما اعمل فيديو الواد ده يجي يعكسني، عامل بالعانة معايا، ما انا كان ممكن اديله اي حاجة واسكت. اكسلك شايفين نمو خضري نينتي، هما الاتنين نفس. انا هوريها لكم كده بحيث شايفين دي العنب من جوه، وهنا القطة بتشوف الخشب ان انا عملته صح ولا غلط. عملت صح ولا غلط قطة؟ دي العنب. شكلهم هما 2 بناتي، لو بناتي يبقوا مش يسرحوا لفوق، الله اعلم بقى. نظام التطعيم بتاعهم اللي احنا بنشوفه قبل كده. عاملينه بشمع. هي دي كان فيها نمو خضرا، بس يعني شكل ان هم قصوها يعني. عامة احنا نشوفهم وبعد كده ربنا يدبر، كل واحدة في علبة. دي طيور النورس، فاكرين طيور النورس؟ هو سرب حمام ملوش لا اول من اخر.
كله ده ملش أول من آخر، بيلعب كده في ملكوت السماوات. بس بينزل الواحدة، بتنزل في الأرض كده في المية تغطس، معرفش تمسك سمك ولا تمسك ايه، واللي هي بتستحمى كده، طقوس عندهم، تغطس دماغها في المية وتطلع تاني. كل اللي تبقى في الهوا فوق تغطس، وبيروح يلف من الحتة اللي هناك دي ويرجع تاني. منظر ملوش حل. منظر بديع. اي حد بيحب الطيور يتمنى يشوف الحياة دي كتير، كأنك عايش في. وبهذا المنظر الجميل نكون الأسبوع ده وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. استنونا الأسبوع الجاي وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.